السلام الله عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وصفه جديده. كيف ديما كيف ما تعودتوا معايا. اليوم ان شاء الله جبت لكم هاد لي ساندويش اللي كيجيو رائعين. ساندويش بالدجاج، وكيجيو هكا معلكين، بواحد الحشوه اللي كتجي رائعه وكتجي معلكه. غادي نديرها لكم مع واحد الصوص ديال الفرماج اللي غيعطيها واحد اللذه رائعه. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا الطريقه والمقادير. هنا بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاج في هاد لي ساندويش، هنا عندي انا ناخذ واحد البول فاش غادي نعجن. درت فيه واحد 5 الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق الابيض، اي 500 غرام اللي غربلتهم من قبل، وزدت عليهم واحد نص كاس ديال القمح فينو، داك القمح اللي تيكون رقيق، كتكون الحبه ديالو رقيقه. وغادي نزيد هنا الملحه، وواحد المعلقه كبيره ديال خميره الخبز، واحد المعلقه ديال السكر. وغادي نضيف هنا واحد ربع كاس تقريبا ديال زيت الزيتون. وغادي نزيد عليهم هنا واحد الكاس ديال العنبه، يكون الماء دافئ. وغادي نزيد عندي كاس الماء وكاس حليب، هادشي باش غادي نعجن. صافي هنا غادي نضيف داك الماء والحليب وغادي نبدا نخلط في ديك العجينه. المهم غادي نخلطها حتى تندمج ليا، وغادي ندلكها غير شويه. غادي نبقى نضيف داك الكاس الحليب غير بالتدريج حتى كنجمع تجمع ليا ديك العجين. صافي هنا من بعد ما جمعت ليا ديك العجين، غادي نحيدها من داك البول وغنديرها فوق سطح العمل. وصافي غادي نبدا ندلك فيها هكا شويه بشويه. انا زدت لها عاود واحد الربع تقريبا ربع كاس ديال الماء اللي عاود زدت. غادي نبقى ندخلو هكا بالتدريج وانا كنعجن فيها، بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا. صافي هنا من بعد ما دخلت لها داك عاود داك ربع الكاس الماء اللي زدت، صافي غادي نخليها تكون بهذه القوام، يعني ما تكون كتلصق، ما تكون قاصحه، ما كتكون ما بين. صافي هنا كناخذ واحد البول، داك البول نيت ندهنو بشويه تاع الزيت، وغادي ندهن ليها الوجه ديالها. صافي وغادي نغطي داك العجين حتى كيختمر، حتى كيتضاعف الحجم ديالو. صافي هنا من بعد ما اختمر ليا هاد العجين، غادي نزولو من داك البول. صافي غادي نحاول نحيد منه داك الهواء، وغادي نقسم داك العجين على جوج. صافي هنا غناخذ النصف الاول غادي نقطعو هكا طريفات يكونوا صغار. انا هاد العجين غادي نعبرهم. غادي ندير كل عجين، كل قطعه فيها 60 غرام تقريبا، غادي ندير فيهم 60 غرام باش هكا كيجي جاو لي باش هكا كيجيو القياس وكيجيو كلشي قد قد. صافي من بعد ما كنعبرهم كنكورهم لها هكا، غادي نكورهم دوائر، وغادي نبقى غادا بنفس الطريقه حتى كنسالي العجين كامل. صافي هنا من بعد ما ساليت من تشكيل داك العجين كامله، شكلته على شكل كريات. كريات تكون متساويه، درت فيهم 60 غرام. صافي غادي نحاول هكا نشد الدلاك، وغادي نطلق هكا الكره بهذا الشكل. غادي نسرحها مزيان، وغادي نتنيها على جوج كيف ما كتشوفوا معايا في الصوره راه موضح. غادي نتنيها وغنحاول نبسطها، نحاول نبسطها بهذه الطريقه. صافي غادي نبقى بنفس الطريقه حتى كنكمل العجين ديالي كامل. هنا غادي نخلي لكم هذه على قرب هكا باش كتبان الصوره واضحه اكثر. صافي هنا كيف ما كتشوفوا معايا راه الطريقه سهله وواضحه في نفس الوقت سريعه. صافي من بعد ما كنسالي من تشكيل دوك الميني باكيت كامل، كنديرو هكا في شي طاوه وكنعاود هكا نضغط عليه واحد شويه باش هكا ما يجيش من فوق بزاف، انا بغيتو كيكون مبسط شويه. صافي وغادي نغطيه هكا بشي منديل ونخليه حتى كيختمر، حتى كيتضاعف الحجم ديالو. وغادي ندهنو بشويه ديال الحليب. غادي ندهنو غير بالحليب، لا بديرو ندهنو بصفاره البيض وشويه الحليب ممكن. انا هنا دهنتو غير بالحليب. صافي وغادي ندخلو للفرن. انا في هذا الاثناء مشعله الفران، شعلت ليه غير من الاسفل، حتى بداو يتحمروا من الاسفل، عاد شعلت ليه من الفوق. صافي هذا هو الشكل النهائي من بعد ما طابو جبدتهم من الفرن. هنا من بعد ما ساليت هاد الميني باغيت، انا غادي ندوز معكم باش نحضر هاد الحشو. واحد الحشو اللي كيجي زوين ومعلك. هنا عندي واحد الكميه ديال صدر دجاج، انا استعملت صدر دجاج كامل، قطعته هكا طريفات طوال. ودرت لي واحد الملعقه ديال
مطرد، وعندي هنا واحد ملعقه صغيره ديال توابل الشاورما، وغادي ندير الملح وثومه بودره، واحد راس معلقه صغير ديال السكينجبير، وشويه ديال التحميره، راس معلقه صغير ديال الفلفل هذا عفوا ديال البزار، وشويه ديال السكينجبير توا غير راس معلقه صغيور، والخرقوم توا راس معلقه. وهنا بالنسبه للهريسه اللي بغى يضيفها، اللي ما بغاش ماشي كتبقى اختياريه. وغادي نضيف عليهم زيت زيتون صافي، وغادي نحركهم مزيان حتى يندمجوا ليا، وغادي نخليهم هنا مرقدين. انا هنا رقدتهم قبل ما نبدا العجين، هنا قد ما بقاو مرقدين افضل كيتشربوا ليا دوك التوابل. صافي هنا غادي ندوز غادي ناخذ واحد المقلاة، غادي ندير فيها واحد بصله كبيره تكون مشلضه رقيقه، واحد فلفله ونص حمراء اللي قطعتها مربعات، ودرت لهم شويه تاع الزيت وخليتهم كيتشحروا. المهم هنا غير هبطوا ليا شويه، وضفت عليهم داك صدر الدجاج من بعد ما خليته هكا مرقد حتى تشرب ليا ديك العطريه مزيان. عاد ضفتو هنا قد ما خليته اكثر حسن. صافي غادي نضيف داك الدجاج على داك في ديك المقلاة، وغادي نحركها شويه، وغادي غادي نحركها حتى كتندمج ليا مع ديك البصل والفلفل. صافي وغادي نخليها طيب، غادي نقص ليها البوطون ونخليها طيب. هنا بما يطيب ليا هذا الحشو، غادي نمشي نحضر معكم واحد الكريمه الجبن اللي كتجي رائعه، هي اللي كتعلك ليا هذه الحشوه. هنا كناخذ واحد الكاسرول، كندير فيها واحد المعلقه كبيره ديال الدقيق ولا مايزينا، انا استعملت غير الدقيق. وغادي ندير واحد كاس ونص ديال الحليب، غادي ندير شويه الملح وشويه تاع البزار وواحد شويه ديال الزعتر، غادي نضيفو كمنسم ولا اعشاب منسمه اللي بغيتو، ولا ما تضيفهمش كاع ماشي مشكل. صافي هنا غادي نحرك داك الدقيق مزيان حتى كيتحل، وغادي نحطها فوق البوطه من طبيعه الحال مع التحراك المستمر. صافي وغادي ملي غتبدا تعقد غادي نضيف لها واحد المعلقه صغيره ديال الزبده، وهنا غادي نزيد نعاود نضيف واحد الكميه ديال الفرماج احمر، وغادي نزيد واحد ثلاثه شرائح ديال الجبنه ديال الساندويتش، غادي ندير 3 وشويه ديال الفرماج احمر. صافي وغادي نحرك حتى كيذوب ليا داك الفرماج. هنا ما ديروش غير الموتزاريلا حيت كيبقى كتعطي غير ديك التعليكه ما كتعطيش المذاق. صافي غادي نحرك داك الفرماج مزيان حتى كيذوب صافي، وكنطفي على ديك على هاد الكريمه. صافي هنا من بعد ما طابت ليا هاد الحشوه ديال الدجاج ونشفات، غادي نضيف عليها واحد شويه ديال هذا المايس اي الذره، غير نصف علبه اللي ضفت، ولا زيتون خضر مقطع، المهم اللي بغيتو. صافي هنا غادي نعاود نضيف ديك الكريمه ديال الجبن، غادي نضيفها على ديك الحشوه، انا ضفتها كلها يلا جاتني في ديك الحشوه. صافي وغادي نحرك ديك الحشوه مع ديك الكريمه ديال الجبن حتى كتنسجم ليا. غادي نخليها غير واحد دقيقه ولا جوج فوق البوطه غير ينسجموا ليا. صافي وغادي نطفي عليها. صافي وغادي نخليها حتى كتبرد، عاد كنعمر بها قد ما قلتات هكا قد ما ارتاحت كتزيد ديك الحشوه كتعلك. صافي انا في هذه الاثناء راه طفيت عليها، خليتها تشربات لي فوق البوطه غير واحد دقيقه. صافي وطفيت عليها وخليتها انا حتى بردات، عاد غادي نعمر بها دوك لي ساندويتش. صافي هنا من بعد هنا بالنسبه للطريقه كناخذنا دوك لي ساندويتش كنحلهم كيف ما كتشوفوا معايا، راه كيجيو خفاف من الداخل وقطنيين. غادي نضيف فيهم واحد شويه ديال الخس هكا اللي غسلته قطعته طريفات هكا طريفات متوسطين، وغادي ندير واحد الكميه من ديك الحشوه فوق داك الخس بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا. هنا كاع ما يحتاجوا هاد لي ساندويتش هكا دهنوهم بشي لي صوص ولا شي حاجه. اصلا هاد الحشوه كتجي هكا كتجي مفزقه ومعلكه، وكتعطي واحد المذاق رائع في هاد لي ساندويتش. صافي هنا كيف العاده وصلت معكم النهايه ديال هاد الفيديو اللي شاركت معكم اليوم. كنتمنى يعجبكم هاد الفيديو، والفيديو الجاي ان شاء الله.